في ليلة من المفترض تكون ليلة فرحة واستعداد لعيد الأضحى، اتحول المحل الصغير في مدينة إهنسيا في بني سويف لمسرح جريمة مرعب. صوت صراخ، دم غطى المكان، كاميرات وثقت كل حاجة. جريمة ما كانش حد متوقعها. هنشوف ازاي ممكن الغضب يعمي بني آدم ويخليه مش بس ينتقم من أقرب الناس، وكمان ينتقم من نفسه من غير ما يفكر ايه مصيره بعد الجريمة. الصادم في جريمتنا مش بس في تفاصيلها، لا ده في حكم المحكمة اللي كان قاسي لأهل القتيلة واللي ما قدروش يستحملوه. 2021 في مدينة إهنسيا في بني سويف، ده زمان ومكان الجريمة. في الأول تعالوا نشوف شخصيات الجريمة. الأول هو محمود القاتل، وكان شغال منجد في قرية إهنسيا في بني سويف، واللي كان متجوز شادية الضحية واللي استمر جوازهم 14 سنة، وكان مخلفين تبارك وياسين. شادية من الستات الشقيانة اللي لما حست إن جوزها مش قادر يصرف على أولاده عملت محل ملابس صغير بمساعدة أهلها عشان تقف وتبيع فيه وتصرف على تبارك وياسين. ولما الزوج ما بقاش قادر يصرف على أولاده طلبت شادية الطلاق وسابت البيت وراحت قعدت عند أهلها. في الوقت ده محمود قرر يسيبها شهرين عشان يمكن الوقت ينسيها وترجع لبيتها، ولكن هي أصرت على طلب الطلاق، ولما رفض رفعت قضية خلع. ساعتها حس إن كرامته مجروحة وكأن مش من حقها تسيبه وتبدأ حياة جديدة مع أولادها. وبدل ما محمود يركز على نفسه ويرجع يصرف على أولاده قرر يختار الطريق السهل وإن هو ينهي حياتها بدم بارد. وفي وقت وقفة عيد الأضحى وقت صلاة المغرب قرر محمود يروح لمكان رزقها ويحاول يقنعها ترجع للبيت معاه، ولكنه وقف يشتري سكينة قبل ما يروح يتكلم معاها عشان لو ما اقتنعتش تكون السكينة هي رده الأخير. وبالفعل دخل وقعد معاها ودارت بينهم خناقة، وطلع السكينة من ظهره وبدأ يطعنها في كل حتة في جسمها لحد ما وقعت على الأرض، وفضل مكمل عليها ب27 طعن. وبعد ما اتأكد من موتها قعد جنبها على الأرض وقال لها ما قلتلك نرجع لبعض في الأيام المفترجة دي وانت مرضتيش، وقطع شرايين ايده اليمين والشمال. وفي اللحظة دي سمعوا الناس صوت غريب طالع من المحل، فدخلوا لقوا شادية غرقانة في الدم ومحمود واقع جنبها وبيتكلم كلام مش مفهوم. نقلوهم على المستشفى، محمود دخل العناية المركزة وهي دخلت على المشرحة. وبعد التحقيق اتحول محمود على المحكمة واللي حكمت عليه بالمؤبد مش الإعدام، وسط ذهول من الرأي العام وأهل شادية. وكانوا بيسألوا إزاي محمود نجا من حبل المشنقة مع إنه معترف والكاميرات مصورة كل حاجة، وكان حاطط خطة للقتل، يعني قتل مع سبق الإصرار. وعشان نفهم ليه المحكمة حكمت بالمؤبد مش بالإعدام لازم نعرف شروط عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، ولأنها شروط صارمة مع عدم توافرها المحكمة ما ينفعش تحكم بالإعدام حتى لو كان القتل في أبشع صوره. ومن أهم شروط توقيع عقوبة الإعدام مع سبق الإصرار إن يكون المجرم بيحط خطته وهو في حالة هدوء نفسي كامل، وده ما يسمى بسبق الإصرار. والمحكمة ساعتها شافت إن محمود ما كانش في حالته الطبيعية ولا في حالة هدوء نفسي كامل، بدليل إن هو ما هربش بعد ارتكاب الجريمة ولكن فضل وقطع شرايين إيده اليمين والشمال. وبالتالي المحكمة ما ينفعش تحكم بالإعدام. وفي النهاية عاش محمود وماتت شادية وعاش ياسين وتبارك وأب مسجون وأم مقتول، ربنا يرحمها ويصبرها.